السلام عليكم. بلاد كبلادنا تسبح على آبار البترول والغاز، وتتوفر على أزيد من 30 نوع من المعادن النادرة. ما زال فيها مواطنين يقطنون الكهوف وبلا أوراق رسمية تثبت هويتهم أو أصولهم، وأبناؤهم بلا تلقيح وبلا تمدرس يأكلون من خشاش الأرض ويشربون من وديان مياه المجاري. لا يعلمون في أي حقبة نحن من الزمان. إن سألتهم عن أصولهم لا يعرفونها. قبائل بأكملها منتشرة عبر ربوع الجمهورية في كهوف الجبال، يتزوجون بلا عقود أو فاتحة. فقط عندما يبلغ الذكر يختار أنثى من القبيلة لتعيش معه، ويمكن لهما أن يقوما بمغامرة جنسية مع أبناء القبيلة بلا مشاكل، لا أحد يكترث لهم ولا لأمرهم. تحدثنا عن المواطنين الذين في الدرك الأسفل من جهنم الجنرالات، آخر غجر الجزائر. لا يذكرهم أحد، لا من قريب ولا من بعيد. ولنتحدث الآن قليلا عن سكان البناءات الفوضوية الأكثر انتشارا بالبلاد، والذين يعد تعدادهم بالملايين، وهذا كله في دولة أفضل من سويسرا وتدرس فرنسا حقوق الإنسان وقانون الحريات، وقدوة لكل دول إفريقيا. البلاد التي تقتل المعتقلين السياسيين وتنفي المعارضين السلميين. نعم، إنها بلاد شنقريحة وتبون. ففي خرجة أخيرة أسدى المنبطح تبون تعليمات صارمة لتهديم كافة البناءات الفوضوية والقضاء على البناءات غير المرخصة لتشييدها أو توسعتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها، مضيفا أنه سيتم متابعة المتقاعسين من رؤساء الولايات في تأدية المهام قضائيا. ولم يتحدث الرئيس المفدى عن تعويضات للملايين من المواطنين الذين سيتشردون في الخلاء في عز البرد والشتاء، وتعويضهم عن الضرر الذي سيلحق بهم جراء هدم منازلهم القصديرية وتشريدهم وعائلاتهم دون مأوى. يضمن لهم العيش الكريم، والشعب مغيب عن الأمر، لا يستطيع الدفاع عن حقوقه والوقوف في وجه الظالم المستبد، لأننا نتعرض لمؤامرة خارجية لا دخل لعصابة الجنرالات فيها، فيما تتعرض له البلاد من جوع وفقر وأمراض وجهل. فالعدو الخارجي هو الذي سيهدم المنازل فوق رؤوسنا.